السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا انتهت مباراة الزمالك من دقايق بالظبط، وانتهت بالتعادل مع المريخ السوداني. وطبعا الزمالك لسه مازال الأمل للفريقين، مش للزمالك بس، للزمالك وللمريخ. طبعا كنا نتمنى فوز الزمالك النهارده، ولكن العوامل المحيطه بالمباراه كانت صعبه شويه. يعني كان الزمالك بيلعب في اجواء، يعني كان في هوا وفي الملعب، والارضيه الملعب طبعا اللعيبه مش متعوده على لعب الترتان. فكلنا كنا شايفين ان الزمالك في اول نص ساعه الفريق مش كان، يعني مش كان مظبوط، مش كان في جمله بتكمل 3 باصات على بعض. لا، مفيش الكلام ده. كان في يعني رهبة من الملعب، من الأرضية مش متعودين عليها، مش عارفين نمشي بالكورة، مش عارفين نباصي صح. آه، طبعا ده بالنسبة للملعب وأجواء المباراة. أما بالنسبة للعيبة طبعا مش عارف، يعني مش عاوزين نلوم عليهم. هو النهارده احنا كنا حاسين ان هم عايزين يفوزوا، عايزين يطلعوا يعني اقصى ما عندهم، ولكن في برضو في عدم توفيق في المباراة. يعني اتيحت للزمالك فرص كان ممكن يسجل منها ويخلص، ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الامثل. برضو دفاع الزمالك ما زال في تقصير في الدفاع، وما زال فيه هفوات كان ممكن النادي المريخ يحرز منها اهداف النهارده، لا قدر الله يعني. فما طبعا نتمنى اداء الفريق يتحسن في المباريات القادمه، لان الزمالك عنده المباريات اللي جايه مباريات صعبه جدا، صعبه جدا. طبعا مباراه الزمالك مع سيراميكا اتاجلت في الدوري، كانت المفروض ان هي تكون يوم الثلاث. فالزمالك هيريح وهيلعب يوم السبت اللي جاي يوم 25، هيلعب مع الترجي في الترجي. فنتمنى الزمالك طبعا اي نتيجه للزمالك غير الفوز بتقلل من فرص الزمالك في الصعود. فنتمنى الزمالك يفوق، ونتمنى اللعيبه الغايبه ترجع، لان الزمالك عنده غيابات مؤثره، ايوه فعلا. زي حمزه المسلوسي، وزي محمود حمدي الونش. طبعا عودته هتكون اضافه قويه جدا للدفاع، لان فعلا دفاع الزمالك متاثر من وقت غياب محمود حمدي الونش. فنتمنى عودة الونش تكون إضافة للفريق، وطبعا بالإضافة للثلاث صفقات اللي طبعا لسه لم يستخرج بطاقاتهم، سواء المحلية أو الدولية، لأن هو اوريدي لو تأيد على يعني البطاقات بتاعته طلعت من اتحاد الكورة وتأيد، خلاص بيتأيد على طول أفريقيا. فإذا هم ممكن يشاركوا مع الزمالك في مباراة الترجي. طبعا هيكونوا إضافة قوية. احنا عندنا برضو ناصر منسي، يعني النهاردة الجزيري طبعا أداؤه يعني برضو لسه مازال مش هو الجزيري بتاع الموسم اللي فات. احمد بالحاج طبعا هيكون برضو مؤثر، لان الزمالك ينقصه اللاعب المحوري اللي هو بيربط بين النص والهجوم. طبعا محمود شبانه برضو اضافه قويه، هيكون جنب مثلا جنب الونش او يعني سواء في التغيير. فطبعا هيكون عوده اللعيبه دي اضافه للفريق بشكل كبير في المباريات القادمه. عندنا الماتش اللي جاي الترجي، وعندنا بعده بيراميدز، وعندنا بعد بيراميدز هيكون برضو الترجي الماتش التاني. فنتمنى التركيز، نتمنى اللعيبه تفوق، نتمنى ان نحافظ على التيشيرت وسمعه التيشيرت اللي احنا لابسينه. وطبعا مش عاوزين بقى ندخل في الحسابات اللي هي الصعبه. يا ريت الزمالك يستغل المباريات اللي على ارضه. لسه الزمالك عنده مباراة المريخ على ارضه، ولسه عنده الترجي، وعندنا ماتشين بره الترجي وشباب بلوزداد. فنتمنى الزمالك يعمل فيهم نتائج ايجابيه، بحيث ان فرصه في التاهل والصعود تكون اقوى. ويعني ايه نحاول نسترجع اللقب اللي غايب من سنين. دي كانت رسالتي للعيبه الزمالك. نتمنى لكل مشاهدينا ومتابعينا الاشتراك والدعم في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يصل كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.